لهذا المشروع اقتصاديا على مصر ستعود بالنفع الكبير على مصر. على ماذا يعترض الأزهر الشريف أو هيئة كبار العلماء إذا كانت المصلحة العامة تقتضي دخول هذا النظام، نظام الصكوك، إلى الاقتصاد المصري؟ هنحاول ان احنا نعود الاتصال مع دكتور محمد جودة مرة تانية للإجابة على هذا التساؤل. هنروح للخبر القادم. الأنبا سوريال: ليس بالصلح تنتهي الأمور ويجب محاسبة الجناه من الطرفين. أكد الأنبا سوريال يونان راعي كنيسة ماري جرجس بالخصوص أن الفتنة الطائفية لن تأتي لمصر إلا بالخراب، ولن تنجو أي طائفة منها، خاصة إذا ظن البعض أنه قد ينتصر على الآخر دون حساب للصالح العام. وأشار في تصريحات خاصة إلى أنه لا يجب التوقف عند جلسة الصلح فقط، ولا بد من محاسبة جميع المتورطين والمحرضين والجناه في الأحداث الذين قتلوا الأبرياء من الطرفين، وده اللي احنا بننادي بيه بشكل كبير. هنروح أيضا آراء للشارع المصري حول هذا الموضوع، ثم سنتواصل معكم في مصر الآن. الجلسات العرفية دي ما هي إلا جلسات طبطبة، لكن القانون لابد أن يطبق على الجميع. احنا بلد قانون، ولازم القانون يمشي على الصغار قبل الكبير، فمفيش حاجة اسمها جلسات عرفية، لازم القانون ياخد مجراه. احنا في دولة قانون، لازم القانون ياخد مجراه. قانون أساسي. الجلسات العرفية ما تمنعش، بس لازم يبقى في قانون يطبق على القوي وعلى الضعيف. لكن المشكلة في بلدنا انه بيطبق على الضعيف، لكن القوي واخد حقه زيادة. يعني في الأرياف اعتقد ان الجلسات العرفية بتساهم بشكل كبير في انها تحل المشاكل، يعني مش هقول بس المشكلات الطائفية، المشاكل بين العائلات، المشاكل بين المتنازعين. لان في اغلب يعني مشكلة الخصوص لو نذكرها كمثال، اعتقد ان المشكلة الجنسية المدن المدن اعتقد ان اللجوء للقانون هيكون بشكل اكبر. لا بديل عن القانون اولا، لكن هي في الجلسات العرفية عموما في اماكن الصعيد والارياف فبتحل، تغنى عن القانون. حل الفتن دي كلها حقيقة تطبيق القانون على الكبير وعلى الصغير. الجلسات العرفية ما بتعملش حاجة. الأهم في ده كله فوق القانون هي الإرادة السياسية اللي تفعل القانون. الجلسات العرفية هو مسكنات وأمور مؤقتة وليس لها ضابط أو رابط، ولكن القانون له ضوابط في التطبيق بتاعه، وده مظهر من مظاهر قوة الدولة.